في ناس يا جماعه ما عندهاش انسانيه، الانسانيه دي معدومه من عندها. اه والله. شفت فيديو من شهر او شهرين مش فاكره، واحده بتقول ايه، كل واحد يعمل مشروع بقى يطلع يقرف اهالينا او يطلع يقرف ميتين اهالينا، حاجه كده يعني باسلوبها. يعني هي كانت بتطلع لي عشان دمها خفيف وانا بحب اتابعها يعني عشان دمها خفيف. تمام. ثواني. فانا زعلت بصراحه، قلت انا من الناس اللي ايه، اللي برضو بتنزل وتقول ادعموني وكده، وزعلت شويه وقلت لا خلاص بقى مش هعمل طالما الناس بتزهق او في بالاسلوب ده او ناس بتتضايق وكده، فمش هعمل. بعد كده رجعت قلت ايه ليه، هو انا بعمل حاجه غلط؟ ده انا بتكلم في رزق وعايزه اكل رزق حلال وطالعه بكل احترامي وادبي، وبتكلم ان انا عايزه اعمل اكل بيتي وربنا يرزقني برزق عيالي وكده، فلا مش هزعل. وكده كده في تعليقات كتير جدا بتشجعني ان انا اكمل عادي، زي التعليق القمر دوت، يعني جزاك الله خير والله، وشكرا والله على كلامكم الحلو قوي. انا مش ببقى محضره كلام، انا ولا بقى اللي هو اللي انتوا بتكتبوا حاجات عشان تقولوا او كده، لا انا هي زي ما بتطلع وزي ما بعمل الفيديو وبنزله زي ما هو وبشوفه بعدين. يعني حتى انا هعمل فيديو هو هنزله لكم. وجزاكم الله خير وشكرا لكل تعليقاتكم الحلوه الجميله وشكرا لدعمكم ليا. وانا مش هتاثر بكلام حد، ها مش هقول اسمك على فكرة. يعني ايه، خلي عندك شوية انسانية. تقولي مثلا الناس دي طالعة تعمل اعلانات ليه؟ اكيد ظروفها، اكيد في حاجة، اكيد الدنيا جاية عليهم قوي، اكيد الدنيا مزنقة، الدنيا بقت صعبة. حطوا مليون عذر للواحد. يعني احنا ما طلعناش نقول حاجة وحشة، مش عاجبك اقلبي عننا، اقلبي روحي شوفي حاجة تانية.